السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي كويليزا. ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. اليوم جيتكم بوصفه الكروكي ومحبوب بالكبار والصغار، وصفه سهله 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 بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. قلت لها بالمقادير. انا هنا عندي 6 حبات بيض، عندي 2 كيسان سكر و2 كيسان زيت. برك هنا راني حاطه كاس ولكن 2 كيسان ديروا في بالكم. هنايا بديت بالبيض، بديت نكسر فيه وغادي نحطوا عليه 2 كيسان سكر. بديت ب6 حبات بيض. نتوما تقدروا تنقصوا، تقدروا براسكم ديروا 6 لانه وصفه تقعد في الدار، ما تخافوش انه كثرتوا ولا. نزيدوا عليها السكر ونبداو نخبطوا فيها مليح مليح كما انا درتها في البيتخان. نتوما عادي تنجموا بالباتور عادي. ايوا ونبداو نضربوا فيها مليح مليح، ومن بعد نبداو نزيدوا في الزيت 2 كيسان زيت شويه شويه مع قرصه ملح. هنايا درت المبشور الليمون ولا فاني. انا نبغيها بمبشور الليمون، انتما تنجموا ديروا غير لافاني عادي. وخلطوا مليح مليح باش نبداو نزيدوا له في الفرينه. هنايا الفرينه دات لي كيلو، هذوك 6 حبات بيض داو لي كيلو فرينه. دونك على حساب داك الكيلو لازمتو فوقو شويه. انتما شوفوا، المهم تجي شويه تتلصق غير شويه. معاه 3 علب تاع خميره الحلويات، بمبدا انه كل 2 حبات بيض علبه خميره الحلويات. نبداو نخلطوا فيه بشويه بشويه. كما تعرفوا كاع نعرفوا بلي 2 حبات بيض عندهم علبه خميره الحلويات. بديت نلم فيه هنايا لكن ما ساعدنيش. بديت قلبته في القصعه. الخاطر علاش تبداو غير تلموا فيه بلا ما تعجنوا. والكروكي صاري له وصفه كيما حلوه الطابع، وصفه تقعد وتطول وما فيهاش بزاف ديكور ودوك صوالح، يعني تبغي ديريهم في دارك لوليداتك ليه تساعدك. انا بديت نلم فيه حبه حبه، ومن بعد كي بديت نقطع فيه. انا شحال جاب لي 3 كورات وكوره. خليتها بس انا مبغيتش نديره سامبل. نجمو ديروه بيض عادي، ديروه بيض، ولكن انايا متعارف كاع بيه بلي الكروكي يجي فيها دي فوا رخامي، دي فوا يكون فيها حاجه هكا في الوسط نوار. انا درت كيما هكذا، درت 3 كرات خليتهم بجهه، وكره صغيره فيهم زدت عليها ملعقه ونص تاع كاكاو. هنا من الاحسن ديروه غير عادي هنا بني، ما كلا ديروه اسود، لانه بني كيما هكا غادي يخرج لكم ما شاء الله باين كيما باينت لكم في الصوره الاولى، وغادي تشوفوه في اخر الفيديو. نبدا ندخل فيه الخاطر غادي يغبنكم شويه منه، راهي فيه الفرينه ديجا من قبل. غادي يغبنكم شويه يقعد لكم كيما نقولوا فيه هكا طاشات بيض طاشات كحل. حاولوا انكم تدخلوه مليح. وانا ما ساعدنيش هذا الاناء، رحت قلبته في البلان دو طرافاي وبديت نعطيه في الصباح، لانه ما من ندلكوهش. نبداو نحلو فيه كيما هكا، نشغل نفتو كيما نديرو نبسس ونديرو. هنا رجعتها كره، وهذه الكره غادي نقسمها على 3 كيما راني دايره الكرات الكبار، غادي تقسموهم على 3 وديرهم حرابيش ولا ديريهم دي طاش هكا، تحطيهم تقيسيهم مع الكره هذه وتخلطيها معاها كيما تبغي. المهم يبغي العشوائيه كيما تبغي ديريها في الكروكي. ما عندكش سيونس اكزاكت فيه عادي. انا هنايا 2 حرابيش درتهم في الوسط تاعو نواغ، وحربوا شويه حتى درته على شكل رخامي. هذا الحربوش الثاني لانه تحذفوا لي بزاف مقاطع، فسمحوا. هنايا الحربوش هذا راني درت فاني في الوسط. هذا الحربوش الثاني درت فيه فاني النوار في الوسط. نبداو نلمو فيه وسعفوني. ما تخلوش غليظ. اللي يبغيه السمك تاعو غليظ نتوما حرين، ولكن انا سعفوني الاولى يقطع لكم بزاف، والثانيه ما عندها حتى فايده. انا سعفوني ديروه حوالي 2 سنتيم 3 سنتيم هكا ولا 2 سنتيم هكا. المهم قيمه المهم كيما راكم تشوفوا نجيب ما على باليش هكا 2 سنتيم ممكن تشوفوا فيها باش يخرج لكم يخرج لكم بهذا السمك كيما راكم تشوفوا في الصوره. وتحذف لي فيه مقطع تاع الطياب تاعو يكون عادي، غير نقصي له شويه وخليه حسب ما يقبض روحو يتفخ هكا ويطيب. وزيدي له هنا درت البيض مع شويه كاكاو مع شويه فانيليا وطليته ودهنته عادي. هادو اللي ماهوش الرخامي بغيت تخليه كيما هكذا. وهذا درته او شوكولا باسكو ولادي قالوا لي إيرين بالشوكولا درت لهم شوكولا نوار. صايتهم احرار ديروش وجبن تاع علامه. ان شاء الله تجربوا الوصفه تعجبكم. الى الملتقى ان شاء الله.